تقدم مجموعة من النواب السابقين ظهر اليوم بشكوى إلى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ضد عدد من ضباط وأفراد من القوات الخاصة متهمين إياهم بالاعتداء وخطف بعض المواطنين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة القريبة من ساحة الإرادة ليلة الاثنين الماضي. ودعوا جمعية حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين السارية لدى السلطات الكويتية والدولية حماية لحقوق الإنسان في الكويت على حد ما جاء في الشكوى. احنا مجموعة من النواب السابقين والذين شهدنا الأحداث التي قام بها رجال القوات الخاصة التابعين لوزارة الداخلية في يوم 15/10/2012، وتقدمنا بشكوى ضد ممارسات القوات الخاصة بشكل عام، وضد علي ماضي مدير القوات الخاصة الذي ساهم بشكل مباشر بإعطاء الأوامر بضرب القوى الشبابية واختطاف 4 من الشباب والذهاب بهم إلى مكان مجهول في بداية الأمر، لدرجة أن جانا اللواء محمود الدوسري القائد الميداني والتزم بإطلاق سراحهم خلال 5 دقائق. وشفنا أمر عجيب، أن علي ماضي يقول لمحمود الدوسري: أنا مالي شغل فيك وأنا أتلقى أوامري من غيرك. بعد ما خطفوا الشباب وضربوهم صوروا، والتصوير هذا تصوير مصور وزارة الداخلية، يرفعون شارة النصر. والله اللي قاعد يشوفهم يقول كأنهم اشتبكوا مع قوات المقبور صدام حسين، ورفعوا شارة النصر عشان يبشرون أبناء الشعب الكويتي وهم ملثمين. لذلك جماعة الرصد بدأت الآن بعملية البحث عن أسمائهم، لأن كان لهم دور، وسنقدم أسمائهم بإذن الله للجمعية تمهيدا لإضافتهم لعلي ماضي والشكوى عليهم أمام اللجان الدولية المختصة بحقوق الإنسان.